ايوه يا سيدي، قول لي الاخبار يلا. ايه؟ قبضوا على محمد بتاع عمل النظافه بتاع الكشري التحرير؟ يا اخي الف نهار ابيض، خلينا نخلص منه يابا. عليه احكام؟ طب الحمد لله. ايوه كده. وقتل واغتصب؟ الله 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 الله. طب الحمد لله. قبضوا عليه امبارح؟ اي ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. ايه؟ افرجوا عنه النهارده وطلع قال سيبوني في حالي عاوز اعيش. طب اقفل بقى عشان اطلع الحلقه، اقفل يلا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا كلها. حلقه النهارده كلها ضحك ولا لها 30 لازمه. محمد عامل النظافه بتاع كشري التحرير اللي بقاله شهر واخد الترند وراكب الترند، اللي بقاله اكتر من شهر عامل لنا بلو في دماغنا. محمد عامل نظافه بتاع كشري التحرير اتقبض عليه امبارح يا رجاله. مرسي الزناتي اتقبض عليه يا رجاله. لا مرسي الزناتي ايه، محمد عامل نظافه يا رجاله. طبعا كلنا عارفين محمد عامل نظافه بتاع كشري التحرير، وقعة كشري التحرير. والله اسم يعني اسم ينفع يتعمل اغنيه. محمد عامل النظافه بتاع واقعة كشري التحرير، محمد عامل النظافه بتاع واقعة كشري التحرير. ايه الراجل بقى يعني في ملخص سريع عشان اللي ما شافش الحلقه، انا كنت عامل حلقه هسيبها لكم في رابط الوصف، في صندوق الوصف. قلت اللي يزيد عن حد بيتقلب ضده. الراجل ده بملخص كده، بملخص يعني دخل عاوز علبه كشري، ادوا له علبه كشري، قعد في المطعم قالوا له عيب انت عامل نظافه وبمنظرك ده مطعم كبير بتاع كشري التحرير في مدينه نصر، وعيب اللي انت عامله ده، حضرتك اتفضل امشي، انت طلبت دليفري ما طلبتش سفره. ومشوه. وطبعا صوروه نزلوه، قال لك ده اهانه عامل كشري، عامل نظافه. ما عامل نظافه ده بني ادم زينا. حقوق الانسان فين؟ المنظمات فين؟ الحكومه فين؟ قناه الجزيره فين؟ تعالوا صوروا. عامل نظافه بيتطرد من كشري التحرير. طبعا تاني يوم قفلوا كشري التحرير، وطبعا احمد العوضي اكله وقال له ما تخافش، اكلك وشربك وكسوتك وهنشربك وهشغلك. المحلات فتحت له، كل المحلات. احنا بنلبس بتاع عامل نظافه، احنا مش عارف بنعمل سشوار لعامل نظافه. عامل نظافه محمد هيعمل فيلم، اوبا هيمثل. انا بقالي 12 سنه نفسي امثل، هو هيمثل. محمد عامل نظافه هيغني يا راجل، هيغني كمان. محمد عامل نظافه وعلى الهوا طلبت ايده مذيعه وقالت له I love you محمد، I love you، نفسي اتجوزك محمد. محمد عامل نظافه راح عزاء فريد الديب. يا راجل يا راجل، كفايه كفايه، حرام حرام. حضر عزاء فريد الديب. محمد عامل نظافه اتصور جنب علاء مبارك او جمال مبارك. كل ده ترندات طالعه، بقالنا شهر في ترندات. محمد عامل نظافه راح الاستوديو وانطرد من الاستوديو. سمان خشاب و مش عارف سمان خشاب طردته بره، ورانيا يوسف قالت له مش هيطلع اصور الا لما يطلع بتاع النظافه ده. وطبعا بقالنا شهر شغالين في ايه؟ عامل نظافه عامل نظافه عامل نظافه عامل نظافه عامل نظافه. كفايه بقى كده، كفايه بجد. امبارح عامل النظافه هوبا اتقبض عليه، اتقبض عليه يا رجاله. طب الحمد لله رب العالمين. لو عليه بقى ايه؟ قواضي، وعليه مسجون، ومش عارف عليه وكان عليه قضيتين قتل. يا نهار ابيض، كل ده على عامل ايه؟ عامل النظافه. يا ليله 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 ليله. ورحلوه على ايه؟ على اسم ابو النمرسي، ابو النمرسي ولا المهم رحلوه يا عم على السجن. مش مهم، المهم ان هم سجنوه. النهارده افرجوا عنه وطلع لهم انا محمد قصه لن تنتهي ابدا. فاكرين فوق هذا المهندس مستر اكس؟ لن ينتهي ابدا، على طول مستمر معانا. وقال لهم انتوا عايزين مني ايه؟ سيبوني في حالي، سيبوني في حالي.
حرام عليكم يا جدعان، انا غلبان. يا قلبي. عموما هو محمد عامل نظافة، القصة انتهت وهتنتهي خلاص كده يعني، في نهايتها. محمد عامل نظافة عبارة عن ترند بيتحرك، وطبعا التحرك ده من جهات الله اعلم مين الجهات اللي بتحركها. انا بس عايز اقول حاجة يا جماعة، مشكلتنا ان احنا بنمسك في الترندات هايفة وبنمسك في مواضيع هايفة وبنعملها ترند. والله العظيم. حسام محمد عامل نظافة بتاع كشري التحرير انطرد. شيرين اتطلقت من حسام حبيب، ولا حبيب عبد الوهاب اتطلقت من شيرين من شيرين حبيب. المهم ان شيرين سابت حسام. شيرين بتشم بودرة من ودخلت مصحة. اخو شيرين طالع بيقول انقذوها من حسام حبيب. شيرين رجعت، كلموا شيرين قالت لهم والله ما انا راجعه ليه تاني، انا عايزه لو كان قرد ولا فيل ابو زلومه. هوبا بعد كده لقينا شيرين رجعت لحسام. هو يا جماعه هي مفيش حاجه في البلد اهم من، يعني مفيش حاجه في البلد نطلعها ترند غير شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ومحمد بتاع عامل نظافه بتاع كشري التحرير. ولاقوا بقى في المواقع الالكترونيه بقى، مواقع الكترونيه او المواقع اللي بتشوفها يقول لك فستان فلان الفلانيه ده مش عارفه صوره حديثه لفلانه على الانستجرام، لفلانه فلانه على الانستجرام، ونص مطمعينها مسجلين اجرام والنص التاني بيتابعوها على الانستجرام. ايه يعني؟ انا مفيش خبر كويس عن البلد، عن انجازات البلد، عن وضع البلد. نتكلم عن التجار وجشع التجار، نطلع ترند مثلا عن المشاريع الحلوه في مصر، عن الحاجات الكويسه اللي حصلت. مؤتمر المناخ مفيش حد اتكلم عنه، وعن الجمال اللي العالم كله بيقول لك مصر ايه ده تنظيم واداره وحاجه محترمه. لا، احنا بنتكلم في الهيافه ونتصدر عشان نعلي الريتش بتاع الفيس او اليوتيوب او اللي موجود بقى. للاسف احنا بنعمل ترندات للزباله. انا بقول اسف لللفظ، العالم الزباله بنعمل لها ترندات. طب المحترم مثلا دكتور اكتشف حاجه، مهندس عمل حاجه، لا شكرا. انا واحد حافظ قران، واحد بنى جامع او بنى كنيسه، لا مفيش الكلام ده خالص. احنا دكتور مثلا اخترع حاجه، يعني ترندات ناس محترمه. لكن لا، احنا بنجري على العالم الهايفه وهوبا ترند، يلا لا 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 فوق يلا. عموما انا واحد والله العظيم اقسم بالله ما فرق معايا محمد ده يتقبض عليه، يتحبس، يولع بجاز وسخ، افرجوا عنه، بلاش يتكلم بقى عنه كتير. خلاص نقفل سكته ونقفل الباب بتاعه، وكفايه كده. تعبنا والله تعبنا، وهو الحلقه كلها اتقالت في نفس واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.